إلا راك حاب تجيك طريق سهل للجنة، عود حب الخير للناس كما تحب لنفسك. واش تحب لخوك حب لغيرك. ومن بين ذلك الغيبة. تصورتك قاعد وخوك جبدوه، خوك ماشي تاع باباك ويماك، أي إنسان يقول لا إله إلا الله هو خوك، جبدوه هم يهضروا فيه. قال حبسوا جماعة اتقوا الله، الراجل هو غايب وأنا ما عنديش معه علاقة، مش صاحبي، بصح اتقوا الله في الإنسان، اتقوا الله في الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه في ظهر الغيب ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. تصور شو المشروع هذا تاع ذب عن ظهر أخيك في ظهر الغيب. الغيبة كي يجبدوا واحد بالك ما تهضرش، قول لهم حبسوا، احبس كيما راك. اتقوا الله في انفسكم يا جماعه، اتقوا الله، معليش هي هو يدير. اتقوا الله، روحوا نصحوه، علاش راكم تهضروا عليه؟ كونوا رجال، روحوا نصحوه، علاش تهضر عليه؟ علاكم تزيدوا تشولوا في سمعته؟ سما يولي ما على بالوش يولي على باله. علاش راكم تفضحوا في الناس؟ روح اتقي الله في خوك، والله شوف ودير هذه الامور غير يحبك الله، وقلبك يتنقى واحد النقاوه لن تجد طريقا لتنقيه القلب مثلها. وقال النبي عليه الصلاه والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني مد للناس وخلي الخير يلحق للناس كما حب يلحق لك، لأنه كاين بعض الناس حتى إن الخير يقطع على الناس، ما يحبش يوصل للناس، يحب يدي غير وحده باش يظفر بشيء معين، ودي تصير حتى عن طلبة العلم. وهذا مرض في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. لن يوفق إنسان عنده كراهية وصول الخير للآخرين. وكذلك يخلد الله ذكر الناس. شوف كاين بعض الناس يصلي يعبد ربي كذا منا وبعد يموت، هذا كان ينفع غير في روحه، يموت يروح الجنة عادي ماشي مشكل. بصح كاين واحد آخر يموت ويبقى ذكره خالدا عند الناس، يبقوا الناس يتكلموا عليه. هو الإنسان الذي كان يعمل لغيره. ولهذا الأنصار شوفوا الأنصار واش كانوا يقولوا قال عليهم ربي ذكرهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ما ضاقتش بهم، ما قالوش هذو تسمى جونا من مكة بالراوية دوك يسكنوا معانا ويضيقوا علينا الدنيا. يحبوا، صدرهم مليح، قلبهم مليح. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني حتى كي مدوا ما قعدوش يقول لك بلي تسمى والله غير كانت عندي وقاسمتها مع خويا. فرحان انه مد. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال ويؤثرون على أنفسهم، اسم هذا شو درجة أعلى منها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شو مدوا حاجتهم وما قعدوا الجوع، كسوا الناس وهم قعدوا عرايا. الأنصار وما أدراك ما الأنصار، اللهم ارحم الأنصار. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولكن كان السوق هذا يجب لهم حاجة كبيرة وهي الفلاح عند الله تبارك وتعالى. ولذلك هم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه أموالنا اقسمها بيننا. قالوا له هاي لك النخيل تاعنا كذا، اقسم الجناين، اقسم الديور، قسموا حتى نساء تاعهم. اتصور هذو كاع مدوهم للمهاجرين. قال هاك ادي روح ادي. قالوا عندي نساء دوك نطلق زوج منهم ولا تخيل لي خيرت هذوك نطلق هديها انت. ثم شغل ما كانش مشكل، عندهم حاجه شوف واحد الصدر راحي بالدرجه كبيره. هذوما الانصار بصح خلد الله ذكرهم الى يومنا هذا. علاش؟ لانهم عملوا الخير. مساله ماشي مساله فقط عبوديه، مساله تلقي الخير من الناس منك انت تلقوا من الناس منك الخير. وزيد على ذلك اخواني الكرام ان الانسان لما يكون يمد الخير للناس يولي عندهم هذا من مظاهر حبه للخير. لما تولي انت تمد الخير هذا دليل على ان الله عز وجل يحبك، لذلك سخرك لخدمة عباده. انا نشوف الان مناظر، شوف الان في رمضان تشوف مناظر واش تلقى شباب في المساجد دايرين جيليات ويسقموا في الناس، يسبوا القرع يديروا كذا. تروح لهم تقول لهم انتم كاش يخلصوكم ولا شنو كالشركه ولا لا يقول لك احنا في سبيل الله متطوعين، احنا نديروا تسمى انت تسقم في الطوموبيلات والدال والدراري وكذا وتعس من بيت الوضوء كذا في سبيل الله. شو المده هو هكذا. تخيل كاين ناس هكذا، هذوما ربي مد لهم قيمه كيما مد النبي عليه الصلاه والسلام قيمه لهذيك المراه اللي كانت تنقي في الجامع، راح صلى على قبرها باش ربي ينور لها قبرها، وقال ان اصحاب هذه القبور تشتعل عليهم ظلمه وان الله ينورها بالصلاه عليهم. راح الرسول عليه الصلاه والسلام اعطى لها قيمه لانها كانت تنقي بيت الله عز وجل، سما كانت تنفع في الناس، اعطى لها هذيك القيمه الكبيره. الصحابه اندهشوا من قيمتها اللي اعطاها لها الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذلك شوف الان من صور الخير اننا ننصر الخير.
ننشروا الخير للناس وننصروا دين الحق. ولذلك قال الله عز وجل: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. تصور أنك أنت إنسان تمشي في الطريق، تريح في قهوة، تقصر مع الناس وتنصح. شوف إنسان داير تقولوا فلان هذه خامسة شرك ما ديرهاش، حرام هذه. ومن بعد تشوف إنسان تقولوا فلان واش وقتاش تحبس الدخان، وقتاش، فلان وقتاش تجي تصلي معنا، وفلان علاش ماكش تهضر مع فلان، خير ان شاء الله، يلا شوفوا القضيه دي نصلحوها. كاين الناس ربما 20 سنه ما يتكلموش بيناتهم، مازال ما جاش يصلح بيناتهم، برك هذا ما كانش واحد ما دار مبادره. ولو كان زعما نديروا في الحي هكذايا ونتلاقاو كاع بيناتنا ونقولوا شوف اللي يعرف زوج متخاصمين يجيب لنا الخبر تاعهم، نديروا قائمه نلقاو بيناتنا 300 400 بنادم هنا في السيكتور ما يتهضروش بيناتهم. بسم الله المشروع تاعنا الشهر هذا واحد ما يقعد هكذاك، نبداو بسم الله نصلحوا الناس. واحسن الاعمال الى الله شنو هي؟ اصلاح ذات البين. شحال من خير انا محبسينه ماناش نديروا فيه والو، ما كاش. وربما انت تقول لي انا لا تلاقيت مع واحد خطره عطيت له مطلوعه باش يفطر بها، تسمى خلاص تحبس هنا. كاين بزاف امور، هذا هو الذي يطفئ غضب الرب، عمل الخير. ولذلك امراه بغي سقط كلبا فقط، ماشي بنادم، ما وكلتش ناس، ما سلكتش ناس من جهنم. واش دارت؟ امراه خدمتها الفساد، واش دارت؟ شربت كلب فقط، فغفر الله لها وادخلها الجنه. عادي كي تفكر في غيرك ماش تتصور واش راح يدير لك ربي. انسان يمشي في طريق نحشوكا برك، قال لعلها تفقأ عين احدهم. شوف قلبه شحال حنين، هذا الانسان قلبه شحال حنين، قال بالك الشوكه هذيك كنت تعمي كاش انسان ما يدير لهاش. انا هكذا انا جست الحمد لله فقت لها، عباك دوك يجيك شي واحد يخبط فيها دوك تشوف. هكذا يديروا الناس، هكذا كاين الناس هكذا يدير، ماذا به يعيش اللقطه. هذا الانسان نحاها الشوكه، قال له كنت تعمي كاش انسان مسكين. شوف قلبه شحال مليح، قال فشكر الله له فادخله الجنه. شوكه برك، حنا دوك على بالي بلي باك ما نلقاوش شوكه في الطريق، بصح كاين بزاف شوكات اللي راهو يبيع المخدرات في الحومه تاعك، شوكه كبيره. والانسان اللي راهو يسوفت في الدراري، شوكه كبيره. ولا كاين بعض الفساد في المجتمع، شوكه كبيره. ما كاش كيما الدعوه الى الله، النصيحه، انك تزيل المنكر، كاين ناس نميمه خدمته غير نميمه، حذر منه. مادام هو سبتو على هذيك قتل فلان قتل، وعلى هذيك دار هذوك، تسمى كاين سوس راه في الحومه، لازمنا نحكموا نهضروا معاه. تصور كاين امور لازم تتنقى في الحي، هذوك شوكات كبار، تصوروا كتنحيهم نتايا خير من هذاك الانسان اللي نحى شوكه. ربي يغفر لك ويدخلك الجنه. اذا كاين اعمال كثيره، رفع الاذى عن الغير، كما شوف رفع الاذى عن الغير حاجه كبيره. ولذلك شوف سبحان الله، انا نقول لهم من اسباب الهدايه انك انت تكون انسان ابتداء دير الخير في الناس، من اسباب الهدايه. وبهذه نختموا على بالي اليوم، طولنا عليكم شويه. الان تصوروا ضماد بن ثعلبه كان انسان مشرك، جا لمكه، دخل مكه ضيف، قالوا له رد بالك، كاين واحد الانسان هنايا راه يقول انا نبي على النبي عليه الصلاه والسلام. تسمى كانوا يحذروا الناس منه، كانوا يحذروا الناس من النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا يقولوا له رد بالك ما تسمعلوش. وكاين الناس كيما هكذا دركا، كاين ناس حنا نروحوا نديروا على المخدرات، نجمعوا شباب برا هكذايا، يجوا ناس بالعين كذا من الشباب تاع برا، يحبوا يجوا مساكن يسمعونا، يجوا شباب كاين ناس اخرين يجوا الزومبي هذو ما يعيطوا لهم، كانوا يجوا يروحوا يلقاو الاخرين يهيئوا كذا منا يحضرونا في الميكروات وكذا، يقول لهم ما اسمعوش راكم ديروا جايين فلان ما تسمعوش، يقولوا مريحوا في المخدرات وما تسمعوا لهمش هذوما. تسمى كاين ناس هكذا تصوروها. دوكا كي هضرت على هذوك تاع قريش هذاك الوقت، لقيت بلي كاين ناس يتشبهوا لهم. دوك اتصور هذو الناس في قريش كانوا يقولوا لهم ما تسمعوش للنبي عليه الصلاه والسلام، ما تسمعولوش بالك. بعد قال لهم هذاك ضماد بن ثعلبه، قالوا ما نسمعلوش، قالوا له مجنون، قالوا عنده ساكنين وراكبين الجنون، قالوا له راح ليه ابوكش راح ليه، قال لهم انا والله نروح نداويه، بالك على مسكين تخلوه هكذاك. شوف الانسان في قلبه مليح. انا هذا ضماد بن ثعلبه والله غير كي سمعت القصه تاعو اول مره سمعتها من عند واحد عالم، والله غير بكيت وحبيته في الله. شفت واحد يحب الخير للناس، اتصور واش دار، قال لهم علاه مسكين تخلوه مجنون. شغل هذا قالوا له باش يحذروه، حصلوا فيه، قال لهم بصح كيف فيه الجنون علاه تخلوه، قال لهم انا نرقي، والله نروح نرقي له. راح عند النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا يا محمد انت راك مركوب، قال له تسمى راك فيك الجنون، قال له وانا ارقي من هذا الريح، يعني من الجن هذا، قال له انا نعرف نرقي، قال له دوك نرقي لك. النبي عليه الصلاه والسلام قال له دقيقه،
بدا يقرا عليه خطبه الحاجه، قالوا ان الحمد لله نحمده ونستعينه، وهذاك ضماد بن ثعلبه اللي جاي يرقي قاعد يسمع، وهذه ان الحمد لله هي رقيه في ذاتها، وهذاك ضماد بن ثعلبه قاعد يسمع مشرك قاعد يسمع. كي كمل النبي صلى الله عليه وسلم قال اما بعد، كمل كاع خطبه الحاجه هذيك، قالوا عاودها عليا يرحم والديك، عاودها عليا عاودها عليه. قالوا اني اشهد انك رسول الله، دخل الاسلام. هذا جاي يرقي جاي يدير الخير، اعطى له ربي خير اللي هو افضل خير في الدنيا، افضل نعمه، نعمه الهدايه. ما اوتي عبد بعد نعمه الاسلام من العافيه، نعمه الهدايه الاسلام اكبر نعمه على الاطلاق. اتصور من ذاك انت تجي دير الخير تلقى الحاجه اللي كنت تحوس عليها اللي تديها تما فذاك الخير. ولذلك لا تمنعن الخير عن نفسك، ان احسنتم احسنتم لانفسكم. بصح نعطيك قاعده نختم لك بها، انك الخير اللي ديروا في الناس كامل عباك كيفاش تتعامل معاه، باللي ماكش دير الخير في الناس، راك تتعامل مع الله. ربي واش قال؟ عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي مرضت فلم تعدني. يقول العبد كيف تمرض وانت الرب؟ يقول له مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. يعني ربي يحب يقول للانسان باللي كي تتعامل مع المريض، كي تروح تزوره، زرتني انا ما زرتش المريض، شوف لي انا. كي تمد للفقير ما مديتش الفقير، مديت لي انا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وان احسنتم احسنتم لانفسكم. يعني الخير اللي كديروا بالك تمن به، راهو ليك انت احسنت. كي ترفد هذيك الدراهم ومديت الفقير، مديت لروحك، ما درت مزيف حتى انسان. ما تقعدش تتمزى باللي انايا هادو كاع درت، هذاك انا زوجته، هذاك انا درت لروحك خلاص. ما تبقاش تسنى فلان غاضتني عمري وانا درت فيهم الخير وداروا فيا كذا. درت لروحك، راك فرحان خيرك ما راحش يا راجل. وكي يديروا فيك الشر معناتها خيرك راح يزيد في الخير في الاجر تاعو. ولهذا ان احسنتم احسنتم لانفسكم، ومعاملتنا انما هي معامله مع الله وليست معامله مع البشر. الناس راهم عباره عن الناس رايحين، المعامله راهي مع ربي فقط. انا كي نتكلم معك انا نتكلم مع الله ماشي معك انت. انا كي مديت لك مديت لله ما مديت لكش انت. انا كي زرتك زرت الله ما زرتكش انت. لذلك دائما معاملتك مع الله هكذا تولي تستحي من الله ودير الخير وما يحبسش الخير. ولهذا رد بالك يحبس الخير تاعك بالشر تاع الناس. موسى عليه السلام خرج، وقال لكم الشيخ فليس الفائده هذه لهنا في الجامعه. موسى عليه السلام خرج من ازمه، ضرب انسان جاي يسلك، جاي دخل روحه دار كريم ولا ريشارشي كونداني امور. خرج زادوا لقى زوج بنات يحبوا يسقيو الغنم نتاعهم الغاشي، راح ديريكت فهم ما خطبكما، قال ما خطبكما. وكان احنا نلقاوه نروحوا نجبدوه مازال تزيد دخل روحك، هذا ورد دخلت روحك خسرت. وكان حنايا لو كان نقولوا لهم زيد دخل روحك. موسى عليه السلام علم ان قضيه ما تلتصق بقضيه، دخلت روحي وصراني مشكل، هذاك ابتلاء ولازم يكون ابتلاء في الخير، ونزيد ندخل روحي وناخذ حذري ما كاينش مشكل. سلفت لك ما رجعت ليش، ما نقولش ما نزيدش نسلف، دوك جا هذا نزيد نسلف له، بصح دوك ناخذ حذري. دوك نسلف ماشي ما نزيدش نسلف، بصح جيب لي حاجه نضمنها، نديرو نكتبوا نديرو كذا بصح نسلكك ما كاينش مشكل. سما ماشي والله ما نزيد نسلف، سلفت وكلاوني. سما شفت كل واحد يقطع الخير، هكذاك الخير ما يمشيش، لازم يبقى